ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل رز بلبن بس بطريقتي انا. هعمله لكم بطريقه جميله وسهله وما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجه. وهقول لك تعمليه ازاي بقوام كريمي. لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. قناه هند سليم اللي لسه بيتفرج عليا اول مره، ويا رب كده يعجبكم الفيديو ويكون خفيف عليكم، وما تنسوش دعموا القناة بلايك. يلا بينا نشوف رز بلبن هيتعمل معايا ازاي. معايا حلة فيها مية على النار اغليها كويس، ومعايا كوباية من الرز المغسول ونقعته كده حوالي نص ساعة وصفيته كويس جدا، وبعدين حطيته في المية المغلية قلبيه بقى كده عشان ما يلزقش معاكي في الحلة. ياخد معايا غلوة على النار، مش هكتر عن كده، وبعدين اطفي عليه النار. شايفين اخد الغلوة معايا ازاي؟ بعدين اطفي عليه النار واغطي الحلة عليه كويس جدا، ما تسيبيش الحلة عريانة، وتسيبيه بقى من ساعة لساعة ونص، ممكن لو حابة ساعتين عادي. كل ما تسيبيه كل ما هينفش معاكي. اطفي عليه النار واسيبه. بعدين بعد الساعة ونص شايفين الحباية نفشت، بقت يعني نزلت النشا منها وبقت منفوشة من غير ما تتعبي معاه وتديله غلوة كتير على النار. بعد كده اولع عليه النار من جديد، واجيب هنا معايا لتر من اللبن. كل كوبايه رز عليها لتر من اللبن السايب. اسيبه بقى على النار علشان ايه؟ يبدا يغلي من جديد. واكون هنا محضره كوبايه لبن فيها معلقه كبيره من النشا. اقلبها كويس جدا واركنها لحد الرز بلبن ما يبدا يغلي معايا تاني على النار. ادي الرز معايا بدا يغلي اهو، بياخد الغلوان بتاعه على النار. احط بقى هنا دلوقتي السكر بقى المعيار بتاعه بيختلف من واحده لواحده. يعني في ناس بتحبه حلو، في ناس بتحب سكره قليل، ده حسب الرغبه. بعدين بقى اجيب معلقه النشا اللي انا دوبتها في كوبايه اللبن وانزل بيها على الرز. هنا بقى معايا كوبايه من الكريمه اللباني، دي بقى اللي هتدي الرز بلبن طعم جميل وهتديله قوام كريمي معايا. هتخلي قوامه ناعم كده وجميل وزي اللي انتي بتشتريه من بره. قلبي ايه بقى كويس كده علشان ايه؟ تتماسك مع بعضها. شايفين قوام الرز بيبدأ يتماسك معايا. سيبيه بقى على النار كده ياخد غلوتين 3 غلوات، وبعدين خلاص كده الرز بتاعي استوى. اطفي عليه بقى، وبعدين اغرفه على طول في الاطباق بتاعته علشان ما اسيبوش في الحله، عشان كل ما اسيبه في الحله هيتماسك معايا جامد علشان فيه نشا وفيه كريمه. شايفين القوام بتاعه جميل ازاي؟ قوامه كريمي وجميل جدا زي اللي انت بتجيبيه من بره. وده كان الفيديو بتاعنا، وده كان طريقه الرز بلبن بطريقتي انا، وبالهنا والشفا على اللي هيجرب. وما تنسوش اللايك بتاعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.